تخيل لو قلت لك ان في يوم واحد بس شركة صينية صغيرة قدرت تخلي قيمة شركة زي شركة نيفيديا تخسر اكتر من نص تريليون دولار. ايه اللي حصل وازاي ده بيهدد سيطرة امريكا على مستقبل التكنولوجيا؟ خليك معايا لان الفيديو ده فيه مفاجآت كتير. القصة بتبدأ من شركة صينية صغيرة اسمها ديبسيك، اتأسست سنة 2023 في مدينة هانغتشو بالصين، والشركة دي كانت في الأول مجرد مشروع جانبي لمؤسسها، لكنه قدر يحولها لحاجة مش طبيعية. الفكرة إنهم فجأة أعلنوا عن نسخة من نموذج ذكاء اصطناعي اسمه ديبسيك R1 بيتفوق على نماذج زي شات جي بي تي 4 من اوبن اي اي أو الجيميناي من جوجل في حاجات زي الحساب والاستنتاج والأداء العام، وكل ده بتكلفة أقل بكتير. إحنا بنتكلم عن 5 مليون و600 ألف دولار بس لتطويره، مقارنة بمليارات صرفتها الشركات الأمريكية لتطوير برامجها. وبعد إعلان النموذج ده بدأ يكسر الدنيا، اتصدر التطبيقات في أمريكا، بقى أكتر حاجة بيتكلموا عنها في التكنولوجيا، وده كان مجرد البداية. طيب التأثير ده كان عامل إزاي؟ خليني أقول لك إن السوق الأمريكي ما استحملش الصدمة. أسهم نيفيديا اللي هي واحدة من أكبر وأهم شركات رقائق الذكاء الاصطناعي خسرت 17% من قيمتها في يوم واحد بس، وده معناه ان الشركه فقدت حوالي 589 مليار دولار من قيمتها السوقيه. انت متخيل الرقم ده؟ اكبر خساره حصلت في يوم واحد في التاريخ. بس الفكره ان مش نيفيديا بس اللي اتاثرت، ده شركات زي ميتا وجوجل وبرودكوم كمان شافت تاثير كبير جدا، والسوق كله كان في حاله هلع. واسئله كتير بدات تتسال، هل الصين فعلا خدت الرياده؟ وهل امريكا فقدت سيطرتها؟ خليني اقول لك ان النموذج ده مختلف عن اي حاجه قبل كده، مش بس في الكفاءه لكن كمان في التكلفه. ديبسيك اثبتت انك تقدر تطور نموذج ذكاء اصطناعي متقدم جدا من غير ما تصرف مليارات. النموذج ده كمان بيشتغل على اجهزه عاديه، وده معناه انك مش محتاج تستثمر في بنيه تحتيه معقده زي الشركات الامريكيه الكبيره. يعني اللي عملته ديبسيك هي انها فتحت الباب لاي حد عايز يدخل عالم الذكاء الاصطناعي، مش بس للشركات العملاقه. ده غير ان ديبسيك قدمت الخدمه مجانيه للافراد وبسعر اشتراك قليل جدا للشركات، ولا يقارن بالنماذج الامريكيه. المحللين قارنوا اللي حصل بلحظه تاريخيه اسمها سبوتنيك، وده لما الاتحاد السوفيتي اطلق اول قمر صناعي سنه 1957، وامريكا وقتها اتفاجئت وبدات سباق الفضاء اللي غير العالم كله. نفس الفكره بتحصل دلوقتي في عالم الذكاء الاصطناعي. ديبسيك خلت العالم يشوف ان الصين مش بس بتنافس لكن كمان بتبتكر، وده معناه ان التوازن في التكنولوجيا ممكن يتغير بالكامل. ولكن هنا بنيجي للسؤال الكبير، هل اللي حصل معناه ان الصين اخذت الرياده تماما، ولا امريكا عندها شويه اوراق رابحه؟ الواقع ان امريكا لسه عندها مميزات كبيره زي وجود افضل المواهب التقنيه في العالم والبنيه التحتيه العملاقه، لكن الحقيقه ما ينفعش نتجاهلها، هي ان الشركات الامريكيه محتاجه تعيد تفكيرها، لان ديبسيك اثبتت ان الذكاء الاصطناعي مش لازم يحتاج تكلفه ضخمه بالشكل اللي كنا متخيلينه. والمنافسه دلوقتي مش بس في مين يعمل افضل نموذج، لكن كمان في مين يقدر يعمل باقل تكلفه واكبر كفاءه. لكن خلال الايام اللي فاتت حصل تطور جديد في القضيه، وتم كشف ان شركه ديبسيك متهمه باستخدام نموذج اوبن اي اي لتدريب انظمتها من غير اذن. الباحثين لقوا ادله ان ديبسيك مشغله خدمات اي بي اي بانماط قريبه جدا من اوبن اي اي، وعندهم شكوك ان ديبسيك استخدمت نماذج بشكل غير قانوني، بس اوبن اي اي لسه محتاجين تاكيد رسمي. والمثير للاهتمام ان السيرفرات دي مستضافه من هواوي كلاود في شنغهاي الصين. مش بس كده، في تقرير من فاينانشال تايمز بيقول ان ديبسيك استخدمت تقنيات اوبن اي اي بشكل غير قانوني عشان تدرب انظمتها. دونالد ترامب وصف اللي حصل انه سرقه صينيه، وقال ان امريكا محتاجه قياده قويه تحافظ على حقوقها الفكريه. العالم دلوقتي بيتغير بسرعه رهيبه، واللي حصل مع ديبسيك هو بدايه موجه جديده من الابتكارات اللي ممكن تغير كل حاجه حوالينا، بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا اللي دايما بتقدم لنا جديد. السؤال بقى، هل احنا مستعدين للتغيير ده؟ وهل هنقدر نستفيد منه بدل ما نخاف منه؟ قولوا لي رايكم في التعليقات، هل شايفين ان الصين فعلا خدت الرياده في الذكاء الاصطناعي ولا امريكا هتفضل متفوقه؟ وشاركوا الحلقه دي مع كل حد مهتم بالتكنولوجيا.